السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ما عندي ما نقول لكم، سمحوا لي وما سمحوا لي، على بالي باللي مركتها بزاف وما عندي حتى حاجه نديرها باش نعوض هذا الاختفاء اللي كان صاري من غير الخدمه. على جال هذيك اليوم جبت لكم قصه قضيه من اغرب وابشع وارعب الجرائم اللي ممكن تسمعوها في حياتكم. القصه اللي هزت راي المغرب العربي هز وخلتهم كامل مصدومين. كيفاش انسان يقدر يلعب دور المظلوم ويمثله قدامك وقدام كامل الناس في التلفزيون وبلا ما تفيق له ولا حتى تشك فيه شويه. قصه اليوم قصه صح ما تدخلش لعقل الانسان، وراني عارف باللي راح تسمعوا الحكايه راكم رايحين تقولوا لي باللي راك تكذب، ولكن للاسف كل شيء راه بالدليل كيما موالف. ما تنساوش خوتي ديروا لنا جيم في هذا الفيديو وتشتركوا في القناه اذا كنتوا جدد وتفعلوا زر الجرس في طريقكم. صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. معكم ايمن الشحال بلاصه كالم الكتمان الكوزينه وصيام رمضان، ونبداو في حكايتنا على بركه الله. القصة تاع اليوم راح تدينا لمدينة مارتيل في المغرب، وبالتحديد في حي واد المالح. عند واحد العائلة ولا كوبل اللي الزوج كان يسموه عزوز والزوجة يسموها راضية، وربي رزقهم بثلاث أبناء، الكبير يسموه شريف والبنت الوسطانية يسموها بوثينة والتالية ولا الصغيرة قاع يسموها سيهام. خلينا نرجعوا شوية بالزمن للور ولا للسنوات الأولى، وين كان الزوج ولا الأب عزوز واحد الشاب اللي مسكين وما عنده والو في حياته، شاب بطل زولي فقير ويظل يتنقل من مدينة لمدينة باش يحوس على خدمة، حتى وين راح تقدر الاقدار باش يعلم واحد الخدمه ولا حرفه واللي هي في الاخير راح تكون مصدر الرزق نتاعو. السي خونا عزوز رجع سباغ وشويه بشويه بدا يطور من روحه ويتعلم في صوالح جدد في هذا المجال. عزوز خونا هذا كان كل يوم وين تلقاه كل يوم في مدينه يخدم فيها، بصح هو اصله ولا وين كانوا ساكنين اهله في مدينه طازه شمال المغرب. تروح الايام وتجي الايام حتى وين يجي هذاك اليوم اللي راح يتعرف فيه على راضيه. اليوم هذاك خونا عزوز هذا كان خدام في مدينه قنيطره، وراضيه كانت تسكن ثم، فتعرف عليها عجبات وعجبها وكتب لهم ربي باش يتزوجوا ويتعاونوا فيما بعضهم باش يكونوا اسره. على خاطر عزوز في الوقت هذا بالضبط كان انسان اللي باقي محتاج زوالي وخاصينه دراهم باش يكري ولا يبني ولا حتى يشري سكنه. المهم فاتوا سنوات وسنوات وهما متنقلين من بيت لبيت، منا كريام منا خطره هاك حتى وين ربي راح يرزقهم بثلاث اطفال ولا طفل وزوج بنات. وكما يقولوا المولود يجيب رزقه معاه، وهذاك الشيء اللي صار معاهم. بعد ما زادت بنتهم التاليه هذه الصغيره كاع بانت لهم واحد السكنه رخيصه في مدينه مارتيل، مش بعيده بزاف على وين كانوا ساكنين، سكن رخيص في وسط حي شعبي وشغل حي ما في حتى حاجه تخليك ما تروحش له. فشروا هذيك السكنه وراحوا ليها سكنوا فيها، وهذا الشيء بالضبط كان في سنوات التسعينات، يعني 96 97 من هذو الجوايه. وسبحان الله هما تحركوا منا وربي رزقهم منا. عزوز بعد ايام اللي انتقل للعيش في هذه المدينه بدات يوميا الناس تتصل به باش يجي ويخدم لهم ولا يسبغ لهم دارهم، لدرجه انه رجع معروف بشكل كبير وقتها ومعروف بالخدمه المتقونه نتاعو. وبعد سنوات دار شويه دراهم، شرا طوموبيل ولا شاحنه صغيره هاربين، وبدات معاوناته بزاف كي ينقل بها السلعه اللي كان يخدم بها. وثاني شويه بشويه ربي زاد رزقه وفتح عليه وقدر انه يفتح شركه صغيره، ولا خلينا نقولوا عزوز رجع مقاول ذاتي. والشركه هذه كانت مختصه في كراء لوازم البناء وما شابه ذلك. حب يقول يعني السيد رجع لاباس به شويه وماشي لازم يروح ويخدم بذراعه باش يجيب دراهم. المهم الحاله كامل كانت لاباس بها وما كان حتى حاجه غريبه ولا تلفت الانتباه في الحكايه، من غير انه الام ولا الزوجه راضيه كانت تخدم واحد الخدمه اللي كانت مجهوله وقتها، كان عندها دراهم ولكن الخدمه ذي اللي تخدم فيها الله اعلم من راح يجيب في الدراهم بها. الجيران كان اللي كانوا على بالهم بالخدمه هذه وكاين اللي لا، ولكن شغل مسطورة قليل اللي يعرف. المهم حتى وين يجي تاريخ 12 مارس من عام 2012، في التاريخ هذا بالضبط السي عزوز راه يختفي في ظروف غامضة وما راهم رايحين يسمعوا ولا يلقوا عليه حتى اثر. راضية سقست عليه كاع الاقارب نتاعو ونتاعها جيران وصحابه والناس اللي يقعد معاهم، بصح كان واحد فيهم ما شافه. وهنايا وين واحد الجيران راهم رايحين يتدخلوا في القضية هذه ويطلبوا منها من راضية باش تدير بلاغ عند الشرطة لفائدة العائلة، باش على ربي لا بوليس يقدروا يجيبوا اخباره ويعرفوا راه السيد. وفعلا هذاك الشيء اللي كان. الزوجه راضيه راهي راح تروح عند رجال الشرطه وهي ميته بالبكا مسكينه وقاعده غير تتوسل فيهم وبين من عينيها باللي خايفه تكون صارت له كاش حاجه ولا تكون شغل حسب لحاجه اللي صارت له. فحكيت لهم حكايته وحكيت لهم وقتاش اخر مره شافته خرج فيها من الدار. الحكايه اللي قالت باللي واحد الراجل جا لهم مع الليل هكاك مور العيشه صونا ولا دقدق في الباب، فخرجت راضيه وطلت عليه من الطاقه. واش خصك؟ فقال لها باللي كلمي لي عزوز
عزوز راني محتاجه. كلمته له هبط راجلها، ركب معاه وراحوا مع بعض في الطوموبيل. ومن هذيك اللحظه ما زادش كاع شافته ولا سمعت عليه خبر. المحققين هنايا سقسوها اذا كان عندها كاش مشاكل معاه ولا حاجه كيما هاك، ولا حتى زعما مشاكل مع اولاده مع اقاربه ومع جيرانه، المهم اي حاجه تقدر تعاوننا. بصح راضيه قالت لهم باللي راجلي عزوز كان انسان طيب وخاطيه كاع المشاكل، وواحد ما مخاصم معاه في الحي اللي نسكنوا فيه. راني نقول لكم باللي انسان طيب ما يديرش المشاكل بالمره. من بعد سقسوها باش يشوفوا كاش حاجه ممكن كاش خلاف بيناتهم على الورث، ولا قالوا لها باللي اذا كان كاتب لك كاش املاك باسمك ولا باسم ولادك، ولا هي مباشره قالت لهم باللي لا هذا الشيء ما كاش كاع، الحاجه اللي عنده ولا اللي يمتلكها كاتبها باسمه. رجال الشرطه هنايا المراه غاضتهم بزاف، بالخصوص كي الولاد كانوا صغار، يعني محتاجين واحد يوقف معاهم ويساندهم ويصبرهم على فقدان باباهم. ويماهم مسكينه كانت في حاله يرثى لها بسبب زوجها اللي اختفى في ظروف غامضه، فاي شخص كان يشوفها مباشره كانت تغيظه. هذاك علاش رجال الشرطه ولا المحققين راهم رايحين يديروا البلاغ هذا بشكل جدي وما يقصروش كاع في خدمتهم، ووعدوها باللي راهم رايحين يديروا كاع الشيء اللي يقدروا عليه باش يلقاوه في اقرب وقت ممكن، ولا زعما حتى ما يلقاوش كاقل حاجه ممكن يديروها راهم رايحين يجيبوا لها الاخبار نتاعو ليها. بصح بعد ايام كل هذه التحقيقات والبحوثات اللي كانوا يديروا فيها ما راهي راح تجيب حتى نتيجه. على خاطر السيد عزوز كان مخلي كل حاجه في بيته، اي حاجه تخصه خلاها ثم ما داهاش معاه. يعني الفرضيه تاع يكون مسافر ولا خرج من البلاد ما تصلحش. حوايجك وقت الطوموبيل مفاتحها كامل كانت في الدار، حاجه ما داها معاه. وحتى دواء بحكم انه كان مريض بلاطونسي والسكر ما داهاش معاه وخلاه في داره. وين راه درك الراجل هذا الله اعلم. ولكن راضيه كي رجعت للدار ما نساتش كاع حكايه راجلها وما سمحتش بالمره في القضيه نتاعو. كانت يوميا ولا مره على مره تروح لمركز الشرطه هذا وتسقسيهم اذا كان كاين كاش جديد. بصح في كل مره كانوا يحطموها ويقولها باللي مازال ما كاين والو، فترفد روحها من قدامهم كيما العاده وهي تبكي مسكينه. راضية من بعد ما التجت للسلطات الأمنية وما لقاتش نتيجة، راهي راح تروح للصحافة الإلكترونية وصفحات الفيسبوك وقتها وتتواصل معاهم. حكات لهم حكايتها وبحثتها من شحال من صفحة، وفيهم اللي ردوا عليها وفيهم اللي لا. المهم بعد ما تواصلت مع هذوك الصفحات اللي ردوا عليها رسلت لهم صورة زوجها عزوز مع رقم الهاتف نتاعها وطلبت منهم باش ينشروه. قالت باش هكا بالك يشوفوا كاش واحد ولا يشبهوه لكاش واحد ويتصلوا بيا. بصح وبالرغم من كل هذه المحاولات الكاملة اللي كانت تدير فيها باش تلقى زوجها، إلا أنه عزوز الأثر نتاعو ما بانش بشكل نهائي. جارتها وجيرانها كانوا في كل مرة يسقسوها على إذا كان كاين كاش جديد في القضية نتاعها، فهي هنايا تبدا غير تبكي وتنوح قدامهم. مرة كبيرة راهي غير تكبر في العمر وزاد هذا الهم زاد كبرها. فالمهم كي كانوا يسقسوها كانت تقولهم باللي ما كان والو حاجه ولا خبر ما لحقنا عليه، يا سي فلانه ولا اختي ولا جارتي. انت راكي تشوفي في راني نتكلم معاكم الراجل تكلي الارض تفتحته بلعاته. من بعد يسقسوها يا اختي راضيه واش حكايه هذيك تاع حب يتزوج عليك صح كاين منها؟ فهي هنا تسكت وتهبط راسها وتدور لهم الهضره. وما تتقلقوش الاحداث الجايه راح تزيد تفهمكم بزاف صوالح اللي راهم رايحين يصدموكم. على هذيك ننصحكم باش تتابعوا القصه حتى للاخير. فجيرانها وصحاباتها والناس اللي يعرفوها اللي كانوا يجوا ليها للبيت قالوا لها باللي مادام ما لقيتي حتى نتيجه من بعد كاع هذا الشيء اللي درتيه عليك وعلى برنامج مختفون. هذا كان برنامج مشهور بزاف وقتها ومختص في البحث عن الاشخاص المفقودين، وممكن اذا راضيه حكات فيه القصه نتاعها ولحق هذا البرنامج للسي عزوز بنسبه كبيره يحنقلبه ويرجع لمرته وولاده اذا كان عايش. وفعلا هذاك الشيء اللي كان. بعد ما فاتت سنه تقريبا في عام 2013 تواصلت راضيه مع فريق برنامج مختفون وحكيت لهم بشكل مختصر على المشكله اللي عندها، وما قبلوش الطلب نتاعها حتى وين فاتت مده عام على هذاك الاتصال. صوروا معها الحلقه هذيك عام 2014 يعني بعد ما فاتوا عامين على الاختفاء تاع عزوز، وكانت راضيه تحكي فيها للمعاناه اللي راهم يمروا بها بعد ما اختفى زوجها، وباينه نفس احداث القصه اللي حكتها للمحققين قاعده تتكرر فيها ليهم. جالينا واحد الراجل ما نعرفوش رفدوا في الطوموبيل ومن هذيك اللحظه ما زادش كاع بان. ولا حول الله ما عرفنا شنو نزل علينا شنو صار علينا باش خرج راجلي ما رجعش. داك النهار فاش جا مورا واحد السيد بالطوموبيل وصونا جاونا قال لي كاين راجل هنا، قلت له كاين، قال لي كلموه كلمتولو وهبط عنده منين هبط عنده ركب معاه في الطوموبيل مشى ما ولاش رجع. هذاك الراجل ما عمره رجع عنده قبل؟ ما انا ما كنتسمعش الناس كيجيو عنده بزاف على حسب دوزان الناس كيجيو بزاف بالطوموبيلات، ما نقدرش نقول لك واش جا ولا ما جاش، ولا كاين الناس اللي كيجيو ما كنشوفهمش انا، ولاني هذاك السيد اللي جا داك الصباح هذاك ما عمري انا شفتو.
وتنشرت الحلقة في التلفزيون، تفرجوها بزاف ناس، بصح في التالي ما جابت حتى نتيجة. وليدها شريف تزوج وعاش مع يمه في نفس هذيك الدار، بصح بعدها وبمده قصيره ما كتبش المكتوب وطلق مرته لاسباب مجهوله. الجيران هنايا قالوا بلي شريف كان دايما يتفاتن مع يماه وداخل ولا عنده مشاكل معها، وكانوا في الزوج يبداو يذبحوا ويعيطوا باعلى صوتهم. وانتم راكم عارفين الاحياء الشعبيه كيفاش دايره، اذا عيطت ولا درت اي حاجه في دارك فاكيد جيرانك جابوا خبارك. ما عليناش، تروح الايام وتجي الايام حتى وين وصلوا سنه 2016 وين ثاني الابن شريف حتى هو راهو يختفي في ظروف غامضة، بين ليلة ونهار ما زاد بان عليه ولا سمعوا عليه حتى خبر. فبداو الأقارب نتاعو وصحابه وجيرانو يحوسوا ويسقسوا عليه في كل بلاص، وكي خلاص زعما ما لقاوش نتيجة نساو حتى هما وقالوا باللي ممكن يكون راح لكاش بلاصة وما حبش يخبرنا. وبعدها بداو مرة على مرة يسقسوا يماه راضية عليه ويقولوا لها وين زعما راه ولدك ولا وين راح خونا شريف. فراضية حتى هي كانت كل مرة واش تقول لهم، مرات تقول لهم راح للجزائر عند خالو باش يخدم، ومرات تقول له حرق وراح لفرنسا، مرات راهو في ليبيا، مرات اسبانيا، مرات موريتانيا. المهم ما خلات حتى بلاصه ما قالت لهمش عليها، كل يوم رمياتو في كاش دوله بعيده عليهم. فقالوا لها باللي واش درتي بلاغ عند لابوليس ولا والو؟ فهي هنايا قالت لهم باللي لا لابوليس هذوك كانوا لقاو لي غير راجلي بزاف اللي عنده اكثر من 4 سنين ما بان عليه حتى خبر، واصلا هذا الولد اللي نحوس عليه كون كان فيه الخير كون بقى معايا ومعاوني في خاوته، ياك راهو عارف المعاناه اللي راني فيها بعد ما مات باباه، راهو عارف وخلاني وراح. الولد اللي راح وسمح فيا قول لي برك واش راح ندير به، على حتى نروح ونعي روحي نحوس عليه. فبعد مده ومنين شافت راضيه باللي الجيران وصحابه يسقسوا على شريف بزاف، طمنتهم عليه وقالت لهم باللي خلاص شريف راهو لاباس به، راني عيطت لخالو اللي في الجزائر وقال لي باللي راه يحكي معايا وراه بخير لاباس به والحمد لله. فاتت أيام من بعدها وتخطبت بنتها الوسطانية بوثينة لواحد السيد يسكن في مدينة أخرى، وتزوجت به ودارت عرسها في بيتها كيما كامل الناس، رقصوا وفرحوا في دارهم وعادي أكثر من اللي يلزم الحال كل ما كان والو. بوثينة بعد سنوات زادوا عندها 2 أطفال، ولكن راجلها هنايا راهو راح يسافر ولا يحرق من المغرب لإسبانيا، وقالوا باللي كان معول يرجع لمرته وولادو ومنين يخدم الوراق، على خاطر هو مسكين ثاني كان حالته شويه مزريه، على ديك قال بلي روح زعما نحسن حالتي باش نكبر ولادي. فهذاك الشيء اللي كان حرق وخلى مرته وحدها. فمرته من بعدها بوتينه رفدت روحها قشها وولادها وراحت البيت والديها في مارتيل وعاشت مع يماها، ولحد الساعه كيف حاجه ما كاين زعما تلفت الانتباه. المهم تروح الايام وتجي الايام حتى وين وصلوا لسنه 2022 بعد ما فاتت 10 سنوات على اختفاء عزوز. في واحد اليوم من هذيك السنه في شهر ماي جيران الام راضيه سمعوا واحد العياط قوي بزاف جاي من السطح تاع بيتها، فحتى هما خرجوا راحوا للسطح نتاعهم وبداو يطلوا على واش راه كاين ولا على الشيء اللي راهو صاري في بيت راضيه. وهنا وين راهم رايحين يلقاو بوثينه حاكمه كرشه وتتلوى في الارض من شده الالم، حتى وين بعد دقائق قليله ماتت قدامهم. من بعد ما جات لومبيلونس والشرطه العلميه والمحققين وكذا وكذا، قالت لهم يماها راضيه باللي هي اللي قتلت روحها. هي كيفاش دارت هذه؟ قالت لهم باللي بعد ما سمح فيها راجلها وطلقها وراح وخلاها وحرق وخلاها تعاني مع ولادها الصغار وكذا، هي حزنت ودخلت في اكتئاب كبير، وكي وصلت لواحد الحد ما قدرش تزيد تصبر، كلات واحد السم وماتت في البلاص. وفعلا من بعد الاطباء راهم رايحين ياكدوا باللي بوتينه فعلا ماتت مسمومه، وهذا الشيء اكد ليهم وللراي العام الحكايه تاع الانتحار اللي كانت تداولتها الام راضيه. يعني قالوا بلي صح بوثينه هي اللي دارت السم وقتلت روحها. المهم هنا الجيران واقاربهم راضيه غاضتهم بزاف، قسمت قلبهم من الحزن وبداو يروحوا ليها ويصبروا فيها ويقول لها بلي انت يا ربي راه يمتحن فيك ويشوف فيك لا تصبري ولا لا، واذا صبرتي راح ربي يرزقك بالجنه وكيفاه راكم فاهمين، على خاطر فعلا الواحد اللي يصرى له كيما هكا عنده اجر عظيم عند ربي سبحانه. ومرة ثانية راح تروح الأيام وتجي الأيام وكل شيء بالنسبة راضية راح يتنسى كما هي العادة، حتى وين راح يجي شهر ماي من عام 2023، يعني بالضبط بعد عام من اللي ماتت بوثينة. زوجها هنايا راح يرجع من اسبانيا للمغرب وكان خدم الوراق نتاعو، ويقولوا باللي غير وصل راح يجري عند ولاده اللي كانوا عند جدهم راضية بالطوموبيل نتاعو وحبس قدام الدار، نزل ودخل يجري ليها، والجيران باينة حاجة ما تخفى عليهم كانوا شافوه وعرفوه كي دخل. فالمهم بعد دقائق قليلة وهم يسمعوا فتان وعياط صاري بيناتهم، وشويه حتى يخرج زوج بوثينه من الدار ورافد ولاده معاه بين يديه
ركبهم في الطوموبيل وراح. وفي مساء اليوم هذاك بالضبط الجيران راهم رايحين يتصدموا ويتفاجئوا بالحاله ولا بالحي اللي كان معمر برجال الشرطه. وفي التالي رجال الشرطه هذوك راهم رايحين يلقيو القبض على راضيه. علاش؟ واش دارت؟ واش راه صاري؟ الله اعلم. وكل واحد واش بدا يقول. ومن بعد ما راح تفوت 48 ساعة من التحقيق مع راضية راح تخرج قصة القضية اللي راح تهز المغرب هز ويولوا كامل يحكوا فيها. وراح ترجع هذه القصة واحدة من أخطر الجرائم اللي مرت على تاريخ المغرب، ونقدروا نقولوا حتى على تاريخ المغرب العربي في آخر 20 سنة الأخيرة. وبزاف قنوات تلفزيونية بدأت تنقل في القصة هذه وفي الأخبار هذا اللي خرج. وفي صباح اليوم اللي بعده العديد من القنوات التلفزيونية والصحفيين والإعلاميين انتقلوا للحي هذاك، حي واد المالح بمدينة مارتيل، باش يعرفوا واش راه صاري بالضبط. وسكان حي واد المالح أثناء ما كانوا يسقسوا فيهم الهضرة اللي كانوا يقولوا فيها ولا الأجوبة اللي كانوا يقولوا فيها هي واحد المرأة من مدة صورت في برنامج مختفون باش هكا على ربي تحوس على رجلها المختفي وتلقاه. بصح بعد ما فاتت 11 سنه على الاختفاء نتاعو ظهرت باللي هي اللي كانت قتلته ودفنته داخل في بيتها. ويقولوا باللي خوها اللي عايش في المغرب ثم ماشي اللي راهو في الجزائر هو اللي راح وبلغ عليها عند رجال الشرطه، وهو ما كان عنده حتى دخل ولا علاقه في الجريمه هذه. غير واش ولا كيفاش عرف خوهم اللي كان هارب للجزائر اتصل به وقال له باللي راضيه راهي قاتله راجلها عزوز وهو راح عاونها في الدفن نتاعو داخل البيت. فالاخ هنايا منين سمع الشيء هذا ما قدرش يزيد يصبر حتى دقيقه، وراح يجري عند رجال الشرطه اللي في مدينته وبلغهم على خوه واخته واش داروا. لا بوليس هنايا تاع مدينة مارتيل تصدموا على خاطر في يوم واحد وفي نفس الوقت وصلهم زوج بلاغات تاع جرائم على نفس الشخص اللي راه مرتكبهم اللي هي راضية الأم راضية. البلاغ الأول كان من عند زوج بنتها بثينة اللي كان متهمها باللي كذبت عليه واتهمته بصوالح هو قاع ما دارهمش، على خاطر هي قالت بعد ما ماتت بنتها بثينة وخرجت واحد الهضرة على راجلها باللي أثناء ما هو حارق وعايش في اسبانيا ما كانش قاع يحكي معاها وطلقها وسمح فيها، وباللي زعما هذا الشيء دار لها اكتئاب وحزن كبير وانتحرت بسببه. بصح هو قال باللي انايا كنت يوميا نحكي معاها ومع ولادي الصغار ونوعد فيها باللي راني قريب نرجع ونطلعهم معايا لاسبانيا. المهم زوج بثينة قال باللي بسبب هذا الكذب والخبث والاتهام الباطل اللي درته فيا شكيت فيها باللي هي اللي ممكن تكون دارت السم لمرتي ولا بنتها بثينة وقتلتها. اما بالنسبه للبلاغ الثاني اللي وصل لرجال الشرطه تاع مارتيل فكان من عند خوها اخ راضيه هو اللي اشتكى بها، اللي قال باللي اختي راضيه قتلت راجلها عزوز وتعاونت هي وخويا اللي راه هارب للجزائر ودفنوه داخل بيته. وبزاف صوالح كانوا يبينوا باللي راضيه فعلا فيها حاجه ولا عندها سر مخبيته بين عينيها. فمباشره رجال الامن راحوا يجروا لبيتها ولقاو القبض عليها، واثناء التحقيق معها هي بقات حاكمه في الاقوال نتاعها وما حبتش كاع تبدلهم، قاعده تقول باللي هي بريئه وما عندها حتى علاقه في اختفاء زوجها عزوز وموت بنتها بثينه. ولكن الشيء الغريب والصادم راهو منين واجهوها مع اخوها وجه لوجه اللي كان بلغ عليها، وهنايا وين هو تبدلها بزاف ادله اللي بينوا باللي هي القاتله. وهي هنايا وين بدات تتبدل في كلامها شويه بشويه، وحتى جيرانها والناس القدم اللي يعرفوها قالوا باللي راضيه كانت سحاره ولا شوافه ولا مراه هذيك اللي يقولوا باللي تضرب الخفيف تضرب الكارطه ولا حاجه كيما هاك. المهم سحاره مشعوذه، على خاطر كيما قلت لكم قبيله باللي كانت تخدم مهنه قليل اللي يعرفها انها تخدمها، فهذيك المهنه كانت هذه هي الشعوذه. المهم المعروف على هاد المشعوذين هو انه عندهم واحده الطريقه تاع الكلام تكون في اغلب الأوقات مقنعة وتخليك تصدقهم، وهذا الشيء هو اللي فسر للشرطة والمحققين الطريقة اللي كانت تحكي بها والثقة اللي كانت عندها كي كانوا يحقوا معاها السنين اللي فاتوا، خصوص الأحداث اللي كانوا صراو وكانت هي بلغت فيهم، وحتى هذا التحقيق الأخير اللي كانوا يديروا فيه اللي كان صعيب عليهم بزاف باش يكشفوها بسبب طريقة الكلام وطريقة الثقة بالنفس اللي عندها. المهم من بعد ما راضية راح تحترف باللي فعلا قتلت زوجها عزوز ودفناته داخل في بيتها، راح تديهم للمكان اللي دفناته فيه بالضبط واللي كان داخل واحد الكراج هكا، واللي كان هو نفسه اللي داروا فيه العرس تاع بنتها، وكانوا رقصوا في هذاك المكان وداروا فيه حالة. المهم بعد ما داتهم حتى وين جات الشرطة العلمية والأطباء الشرعيين وكذا وكذا وبداو في عملية الحفر نتاعهم. وبعد ساعات قليلة من الحفر راح تكون الصدمة، على خاطر فعلا راهم رايحين يلقاو جثة عزوز مدفونة ثم. الشيء الاول اللي داروه الشرطة العلمية بطبيعة الحال هو انهم صوروا الجثة على الحالة اللي كانت فيها، وقالوا في التقرير
نتاعهم باللي راسه كان مغروس تحت الارض ورجليه كانوا لفوقه، والحفره هذيك كان فيها اكثر من 2 مترات. بصح الصدمه الحقيقيه ما كانتش هنايا، لا استمعوا الصدمه تاع بصح وين كانت. بعد ايام وبعد ما دار الخبر هذا ضجه كبيره في الحي ولا المنطقه هذيك، والناس كامل بدات تحكي فيه. رجال الشرطه راهم رايحين يتفاجئوا كامل الناس معاهم باللي الجثه هذيك اللي لقاوها ماشي تاع السي عزوز كما كانوا حاسبين، بل كانت تاع وليدهم الكبير شريف، واللي كان حتى هو الضحيه تاع يماه راضيه. واكيد هذا الشيء تاكدوا منه بعد ما داروا التحاليل والفحوصات تاع الاديان على الجثه. وسبحان الله كما يقولوا الروح عزيزه عند ربي. نفترضوكم في الاول لقاو جثه عزوز هي الاولى، وتاكدوا باللي صح هذيك جثه عزوز، بنسبه كبيره التحقيق راح يتغلق ثم، ويحاسبوها غير على زوجها اللي قتلته ودفنته ثم، وشريف ما راحش يلقاوه بالمره وبشكل نهائي. المهم المحققين بعد ما داروا التحاليل نتاعهم ولقاو باللي هذيك الجثه جثه شريف ومشي عزوز. هنايا وين تاكدوا باللي الام راضيه كانت غالطه منين ورات لهم هذيك الجثه. في عوض ما توري لهم جثه عزوز ورات لهم جثه وليدها وين كانت دفناته، والظاهر انه تلفوا لها الحسابات. وين راضيه بقات شافيه على اخر جريمه دارتها ووين دفنتها، ونسات وين كانت دايره زوجها. المهم المحققين واجهوها بكل هذه الأدلة والتهم، وهي هنايا وين راهي راح تحترف لهم للمرة الثانية وتقول لهم باللي صح أنا قتلت وليدي ودفنته قدام جثة زوجي عزوز في الكراج. ومباشرة رجال الشرطة راحوا للمكان اللي لقوا فيه الجثة الأولى وبداو يحفروا فيها، وإذا بهم يلقوا جثة عزوز. وأكثر من هكاك ومن كثر من أنهم كانوا مسوسين وخايفين راهم رايحين يزيدوا يحفروا في هذيك المنطقة على أمل أنهم يلقوا كاش جثة أخرى دفنتها ثم ومخبيتها عليهم. وفعلا هذا هو الشيء اللي راح يصرى. راهم رايحين يلقاو جثه مدفونه ثم، ولكن كانت مقطوعه الراس ومجهوله الهويه، ما عرفوش تاع من هذيك، وحتى هي ما حبش تعترف ليهم على خاطر هي قالت بلي انا يدركها رحت فيها ما عندي عليها نخاف. كي نقول لهم ما راني راح نربح والو، بالعكس راح يزيدوا عليا الضغط ومن بالك نهبل لك ما يصرى لي. وفي الغالب زعما على حسب رايي باش ما تلمونيش من بعدها الجثه هذيك هي اللي تكون قتلتها. علاه هاك يشوفوا الشيء اللي دارته في ولادها وفي راجلها والخدمه اللي كانت تخدمها من قبل تاع السحر والشعوذه وكذا، فمن ممكن تكون هي قتلتها واستعملت الراس تاع الجثه هذيك في كاش سحر ولا حاجه ولا عمل كيما هكا. المهم نرجعوا للتحقيق اللي كان صاري مع راضية في مركز الشرطة. منين سقسوها علاش درتي هكا وشكون هو الشخص اللي عاونك، على خاطر مستحيل تحفري وديري كاع هذا الشيء وحدك. فقالت لهم باللي خويا اللي راح ولا اللي راه هارب في الجزائر هو اللي تفن معايا وعاونني. اما بالنسبه لسبب قتل الزوج عزوز هي احنا ماناش متاكدين منه، ولكن اغلبيه الناس قالت بسبب الخيانه. زوجها عزوز بعد ما ترفاه ودار شويه دراهم حب يتزوج عليها، وراضيه هذه مرته هي اللي كانت معاه من اللي كان فقير وهي واقفه معاه وتساند فيه، وطلعوا حبه حبه حتى من دار شويه دراهم حب يسمح فيها. فهي هنايا قررت باش تنهي له حياته بعد ما سمعت ولا بعد ما حطها امام الامر الواقع. قال لها بغيتي تقبلي ما تقبليش اخبطي راسك في الحيط. وقررت تنهي له حياته قدام كامل ولادها وتدفنوا في الكراج تاع بيته اللي كان مرات يحط فيه السلعه تاعو. وكان يقولوا بلي حتى ولادها عاونوها ورفدوا الجثه تاع باباهم معاها. وكيبداو يكبروا ويفتحوا عينيهم على الشيء اللي دارته يماهم في حق باباهم عزوز، الشريف بدا يستوعب شويه بشويه، ومع الوقت دخل في حاله نفسيه خطيره وبدا يوميا يتفاتر مع يمه، وبلقى حددها باش يفضح هذه الجريمه اللي دارتها. وهي هنايا وين قررت باش تتخلص منه حتى هو وتغطي جريمه بجريمه. وبوثينه بعد ما تزوجت ومن بعد ما راجلها حرق وخلاها وحدها وهي جات تعيش ثم زعما في بيت باباها، يماها ما سمحت لهاش، قالت لها باللي ما تجيبيش ولادك معاك راح تعيوني ونبقى غير نصرف عليكم، ارجعي لبيت راجلك هما يدبروا راسهم معاك. فبوثينه هنايا منين قالت لها بلي لا ونعيش في دار بابا وانت قتلتي شغل بدات تهددها به، قررت راضيه باش تنهي لها حياتها بنفس الطريقه تاع خاوتها وباباها. يعني من الممكن الاخرين كامل كانت قتلتهم بالسم وماتوا وهما راقدين. من بعدها باش كي شافتهم زعما ماتوا حفرت ودفنتهم داخل في بيتها باش واحد زعما ما يدير التحقيق ولا يكشف بلي صح ماتوا بالتسمم. ممكن فرضيه هذه من غير بوثينه اللي قدرت تهرب وتطلع للسطح، وثم وين شافوها كامل جيرانهم كي كانت تعيط وتذبح من هذاك السم. وتفتحت الحكايه تاع راضيه وما قدرش تدفنها داخل في الكراج، وما كان قدامها باش تستر ولا باش تحمي نفسها غير انها تصنع الحكايه تاع الطلاق والاكتئاب وباللي راجلها سمح فيها وكذا وكذا. وكون بوثينه ما طلعتش للسطح وما عيطتش وما شافوهاش الجيران، كون حتى هي يماها راضيه درت لها اشاعه باللي تكون زعما هربت من الدار وراحت لكاش بلاد.
المهم كان هذا الشيء اللي سمحتوه اليوم مجموعة أخبار ومعلومات فيهم اللي مأكدة 100% وبشكل رسمي من عند الأمن ومن عند الأقارب اللي قرب لهم بزاف، والبعض منهم اللي فيهم اختلافات بين الجيران وبين الناس اللي يعرفوهم. ولكن يبقى الشيء الأكيد هو أنه المجرمة راضية ادت لقب أخبث أم وأخبث زوجة في تاريخ المغرب. درجة التشيطين والتبيليس اللي وصلتها المرأة هذه واعرة بزاف، وصل بها الحال لدرجة أنه باش واحد ما يشك فيها أنها راحت لتلفزيون وفي أحد أشهر البرامج اللي كانوا وقتها باش تحوس على راجلها اللي هي راهي قتلته ودفنته في بيتها، وبنها اللي بان معاها في الحصة حتى هو بعد سنوات قليلة قتلته، وبنتها وتخلطت وقتلت حتى جيرانها ولا ما يشعفوا هذاك الشخص واش يجيهم اللي لقوه بلا راس. فعلا امرأة حطمت كاع الشي اللي داروه نسا من قبل. دارو باين. أكيد كل الصور المستعملة ولا الصور اللي شفتوها للشخصيات كانت صور حقيقية، من غير بالك صورة هكا تاع مكان ولا بالك يكون غلط هذيك معليش، بصح أما الصور شخصيات راضية وبنها وشريف هذوك صور حقيقية. ولحد الساعة مازال ما بان حتى أخبار على الحكم اللي داته المرأة هذه. الصراحة أنا حوست شوية وما تعمقتش، فما لقيت حتى اخبار زعما يقول لنا شحال دات في الحبس ولا واش داروا لها من بعد في المحكمه، ولا حتى خوها اللي قالوا بلي راه هارب للجزائر وعاونها في هذو الجرائم. ثاني هو ما بان عليه حتى اخبار. واللي عنده اي معلومه ولا حاجه على هذه القضيه من فضلك يا خويا يا خويا ولا اختي خليها هنا في التعليقات، كتب لنا هكا كذا منا من الحكايه ايمن هذو. تهلاو خوتنا المغاربه، تحياتي لكم، رانا خوا رمضان مبارك. وفي الاخير نقول لكم بلي ردوا بالكم بزاف الحاله ولا الدعوه صح ما راهيش تعجب، وخيروا الشخص اللي يناسبكم مليح. تهلاو في روحكم بزاف وانا يبقى لي غير نقول لكم ديروا لنا جيم في الفيديو خاوتي اذا مازال ما درتوش، واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس في طريقكم. هذا مكان خدمه ما تديش من عندك حتى 5 ثواني وانت فرحتنا والله، غير دخل لي الفرحه في قلبي. قناتي الثانيه راهي في صندوق الوصف، راني راح نبدا ننشط فيها قصص مرعبه كذا وكي نوصلوها ل 100,000 راح تكون مفاجاه شابه بزاف. صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم.